السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير باذن الله. جايه النهارده اعمل معاكم الشموع المعطره. الشموع المعطره يعني شموع بتطلع ريحه جميله كده. ممكن تاخديه الموضوع ده مشروع ليكي. تستفيدي منه ويدخلك دخل كويس ومربح وحاجه جميله، لان الناس كلها دلوقتي ابتدت تتجه للموضوع ده. وممكن طبعا تزيني بيه وتعطري بيه البيت زي ما انا عملت. يلا نشوف مع بعض الحاجات اللي انا عملت بيها والمكونات ايه، وحاجات سهلة جدا جدا وهتعمل لك نتيجة رائعة وريحة خطيرة في البيت. عندنا الشموع دي العادية اللي احنا كانت بتاعت السبوع واعياد الميلاد، او لما النور كان بيقطع، الشمع العادي. لو انت في مكان بيبيع شمع اللي هو الخام ممكن تستخدميه، بس انا مش كانش متوفر عندي فجبت ده. وعندي ميزان لان انا لازم اوزن الشمع، لان نسبة البرفان او العطر اللي بيتحط للشمع في نسبة مئوية، بتبقى بنسبة 10%. يعني انا هاخد 100 جرام من الشمع، تمام؟ الشمع ده هاخد منه 100 جرام. هاخد زيت عطري 100 جرام. الزيت العطري ده اللي هو عادي، الزيت اللي هو زيت البرفان. ممكن تاخدي لافندر، ممكن تاخدي ليمون، ممكن تاخدي اي برفان انت بتحبيه. المهم يكون زيت زيت، ما يكونش فيه اي كحوليات، يعني ما يكونش فيه سبيرتو او اسمه ايه اي حاجة تاني، علشان الحاجات التانية دي بتزود الاشتعال وممكن تطلع دخان، والدخان هيضر طبعا الناس اللي عندها جيوب انفية والحوارات دي. تمام. هنبتدي دلوقتي نقطع الشمع ده ونفكفكه كده. انا هستخدم الفتيل ده فاحنا مش هنرميه، تمام؟ طبعا هو الفتيل ده بيتباع، لو انتي اشتريتي شمع خام هتروحي للراجل اللي بيبيع المستلزمات دي وتسأليه عن ايه، عن الفتيل بتاع الشمع، هيديهولك عادي. بيتباع بالمتر وبيتباع كمان واحده واحده، وبيكون متصبغ ومتشمع ومظبوط وتشتغلي بيه على طول. طيب دلوقتي هنبتدي نسيح الشمع. نسيح الشمع ازاي؟ الشمع لازم يتسيح على حمام ميه. ما ينفعش يتحط دايركت على النار، لو حطيتيه هيتحرق. تمام. انا بجيب ميه كده مغليه وبحط فيه الشمع وابتدي اولع عليه واحسب له. انا يعني قلت احسب لكم بالظبط الوقت اللي ابتدى يسيح فيه. تمام. لازم يسيح نهائي. هرجع تاني احطه على النار وهسيبه لحد ما يدوب خالص خالص. تمام. طيب انا دلوقتي عندي القوالب اللي انا استخدمتها. انتي ممكن تقيسيها الاول. يعني تجيبي ميه وتشوفي الميه دي اخدت كام، وعليها هتعرفي انتي هتستخدمي قد ايه شمع. تمام. هنحط الفتيل كده، فهنحاول نوسطنه كويس ونثبته بمشبك كده زي ما انت عايزة. العلب دي انا اشتريتها من السوق تقريبا ب20 جنيه او ب15، والله ما فاكرة وقتها كانت بكام. بالسوق اخد حوالي 6 دقايق بالظبط. نبتدي نحط له الزيت العطري ونقلبه كويس جدا جدا جدا. تقلبيه كويس، لازم يتقلب كويس، لان انت لو ما قلبتوش هيركح من تحت والزيت مش هيندمج مع الشمع. تمام. انا كده خلاص مليت اول واحدة، وبعد كده هبتدي التانية دي هحط لها الوان شمع. الشمع اللي احنا بنستخدمها للاطفال دي في المدرسة او يلونوا بيها. بتبتدي تولعي عليها على النار تاني شوية لحد ما تدوب خالص، وتبتدي تصبيها في البولة وتسيبيهم على الاخر خالص لحد ما يتجمدوا كويس. بياخد الموضوع حوالي ساعة، ساعة ونص كده، مش بياخد وقت كتير في ان هو يمسك. تمام كده. ده كده شكله انا سايباه طبعا، وحاولت زي ما قلت لكم الفتيل يتوسطن في النص علشان يكون شكله مظبوط، ولما تيجي تطلعيه يبقى مظبوط. تمام كده. انا لقيت شوية لسه باقيين. عندنا دلوقتي اللي هي دي، عارفين بتاعت الشوكولاتة الصغيرة، انا صبيت فيها 2. طبعا اللي هو الصغير ده لو انت عندك فواحة بتحطيها من فوق بتدوب وبتطلع ريحة خطيرة بجد. ريحتها بتكون جميلة جدا، مش بتاخد وقت خالص دي. اقل من 10 دقايق عايزه اقول لكم ان هي جمدت. بصوا لونها جميل وريحتها خطيره. طيب علشان تحفظيها كويس ممكن تخليها في كيس جنبك كده، في كيس، وتلفيها وتقفليها لفتره علشان الريحه بتاعتها تقوى واكتر. افضل حاجه انك انت تعملي كده، يعني انت تعملي شويه وتحفظيهم
وكل يعني ما تيجي تستخدمي تبقي تاخدي الاقدم. كل ما بتاخدي الاقدم كل ما بتلاقي ريحتها بتبقى افضل وحلو. طبعا انت لو عايزه تقدميها هديه ممكن تحطي اي ستيكر كده حاجه حلوه وتديها لاي حد انت عايزاه، تحطيه في العلبه بتاعته، تلفيها بالتل بتاع السبوع ده وتوديها. ممكن على فكره تعمليها لو انت على وش ولاده، تجهزي شويه وتوزعيها بدل الهدايا بتاعت السبوع. برضو نفس الكلام على اللي هي اسمها ايه، انا كان ليها اسم بصراحة بس راح مني خالص. بتبقى كده قطعة صغيرة بتحطيها في برطمان عندك في المطبخ. عايزة اقولك بتخلي حتى البرطمان لو فتحتيه بس من غير ما تولعي عليه بيخلي ريحة المطبخ كلها تحفة. الريحة طبعا لو المطبخ وحطيتي ليمون، يعني عملتي الشمع بالليمون بيبقى جميل جميل بجد. ده كده شكله بعد ما خلص. عايزة اقول لكم بقى شكله خطير جدا جدا، وكمان لما بنولعه كده بيدي اجواء خطيرة وبيدي شكل حلو. الفتيل كان طويل شوية فعلشان كده لهبت، بس عادي على طول بيصغر. طبعا هي بتسيح وبتفضل في مكانها. عايزه اقول لكم انها بتسيح وتفضل في مكانها. ممكن كل فتره تنقطي لها نقطتين من زيت العطري في نفس مكانها. بتقعد معاكي بالسنين السنين وبتبقى جميله. بتطفيها وتقفليها كده. دي العلبة بتاعت ايكيا انا حطيت فيها عشان ادي بس شكل كده، بس هي بجد شكلها تحفة. جربيها وما تنسيش تعملي لايك واشتراك